السلام عليكم ورحمة الله. الفاف تخرج بتصريحات نارية عن الفيفا وتقول وتكشف المستور. هنعرف في هذا الفيديو كل التصريحات، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي عن مشاركتها ب27 مرشحا في تربص الفيفا التكويني لنيل رخصة التدريب كاف برو، والذي تم برمجته من قبل المستشار الفني للفيفا بالحسن معلوش عبر الانترنت. فإن مدير تطوير كرة القدم المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر أشرف على هذه الدورة التدريبية كجزء من الوحدة السابعة للتربص التكويني لنيل رخصة التدريب كاف برو. وأوضحت الفاف أنها شاركت ب27 مرشحا يتصدرهم المدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر منسول. ووفقا لذات المصدر فقد تطرق المدرب فينغر في الوحدة السابعة لهذا التربص التكويني أساليب الإدارة المختلفة لمدربي كرة القدم. وثمنت الفاف قيمة هذا التربص التكويني والذي اعتبرته مفيدا جدا للمترشحين، حيث دام حوالي 2.5 ساعة تم خلالها منح كل اتحادية فرصة طرح 3 أسئلة. هذه كل تفاصيل الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله.